صباح الخير. في موضوع بتكلم فيه، أنا ما كنت حابة أتكلم، ولكن من كثر ما الموضوع مسخت السالفة. في فئة من قليلات الأدب، عديمات التربية وعديمات الثقة في نفسهم، لما تشوف مواطن تزوج واحدة غير مواطنة فورا تطعن بذمتها، تتهمها انها ساحرة، تتهمها انها مسوية وفاعلة وشيء. انت يا مواطنة لو تزوجتي واحد غير مواطن، ليش الشعب الثاني ما يتهمك ان انت ساحرة؟ ليش ما يتهمونك ان انت طمعانة؟ ليش لما الوافدة تتزوج مواطن تتهمونها بذمتها وتتهمونها بأصلها وتتهمونها بشرفها وتتهمونها بأهلها؟ لا حد ينزه نفسه، لأن الله خلقنا كلنا سواسية، والله إذا كان اصطفى أشخاص عن أشخاص تانيين بمميزات ربنا قادر يشيلها. انت اللي تطلعين وتبلتعين بلسانك وتقلين ادبك، ان كان على جاسم النبهان ولا غيره. انا جاسم النبهان ما اعرفه شخصيا، يمكن قابلته مره مرتين قبل في المجله، شخصيا ما اعرفه، لكن عيب قله ادب. الريال كبير بحاجه ان واحده تكون معاه، خذها. الحين كلكم صار جاسم النبهان يهمكم، وعلي كاسر خاطركم وسحرته. روحوا فكوا سحوره، روحوا فكوا السحر. شاطرين تمشون تقولون سحره وسحر، روحوا فكوا السحر. في مشايخ دين عندكم، ناس ترقي، روحوا وارقوه. عيب قله ادب، جرح مشاعر الناس والتعدي على حرمات الناس. قاعدين تفكرون بالستر. الله ما راح يستركم انتم يا البعض، الله عمره ما يستركم قسما بالله، وان اعراضكم راح تتجرس بالشوارع. عيب.